السلام عليكم شباب، ربي يوفقكم. شباب هواي نسأل عن طريقة علاج الدجاج المشحم، وشلون طريقة علاجه. وانا عندي دجاج ما يبيض، الدجاج المشحم ما يبيض اخوان، يقطع بيض. خلوه هذا الشيء ببالكم. شوف شو تسوي يا حبيبي. اول طريقة ظل لاخر الفيديو انا بخدمتك. اول طريقة تقطع شيء اسمه نشويات عن الدجاج، يعني خبز، حنطة، ذني السوالف كلهن تقطعهن عن الدجاج بعد قطعا بتاتا بهاي الفترة. شو تسوي حبيبي؟ المدة شهر ونص العلاج الى شهر كامل. شنو ايش راح تقدم له؟ اذا كنت تعطي الدجاج البياض يوميا 100 غرام علف، راح تنطي يوميا 50 غرام الى 40 غرام يوميا الصبح تعطي علف. هسه راح تقول لي جوع النوار شلون ممكن يتمرض الدجاج؟ لا، انت تعطيه بروتينات عاليه 40 غرام او 50 غرام الصبح فقط، كل شيء ما عليه لا تخاف. وباقي النهار انطيه فقط خضره. شنو عندك خضره انطيه، هاي باقي النهار. واهم شغله نسويها للدجاج المشحم وسرعه هاي شو اسمه الشفاء من عنده، نقدم خاشوقتين كبار ب3 لتر مال مي خلط تفاح بين يوم والثاني. هذني مستمرات للدجاج المشحم اخوان. انت مال تريد بيض وقاعد تعطي دسم وقاعد تعطي دهن وقاعد تعطي كربوهيدرات، ما يصير، ماكو هيك شيء، ما يصير انتاج عندك مال بيض. هذا واقع الحال. تربيه الدجاج اذا انا قاعد اسوي لكم تربيه احترافيه اخوان. التربيه الاحترافيه تختلف عن الطريقه التقليديه. مع كلكم شو اسمه احترام وخدمتكم اني، لكن هذا الحقيقه اخوان. تريد انتاج مال بيض لازم تسوي ذن الخطوات. مال انت تعطي تمن الزايد وتريد خطوات شو اسمه تريد بيض وانتاج، ماكو حكي. سوي اللي قاعد اسويه وكل شيء موجود انا ناشره بالقناه يخص تربيه الدجاج، وانا بخدمتكم. تحياتي لكم، ربي يوفقكم.